السلام عليكم. هعمل النهارده الدانت اللي هو الشوكولاته اللي ولادنا بيحبوه وبنجيبه من السوبر ماركت. لا، احنا عايزه نعمله هنا في البيت، وانتي بتبقي عاملاه بايدك. ولادنا هيحبوه كمان. هنا انا هقولك على المقادير. ده كيلو لبن انا كنت غاليه من بالليل، والقشطه انا سايباه، ما خدتش من القشطه اللي على الوش، سبتها زي ما هي. حطيت عليها سكر. السكر ده حسب ما انتي ما بتحبي، عايزه السكر كتير عايزه السكر قليل، دي السكر ده يرجع لك انتي. هنا انا حطيت عليه السكر وقلبته. ده هنا دي الحله دي، يبقى الحله دي فيها الكيلو اللبن وعليه السكر والمكونات بقى بتاعته. دول 3 معالق كبار نشا، و3 معالق كبار كريم شانتيه وورقه فانيليا. والكيلو اللبن انا اخدت منه كوبايه لبن اللي هي اللي في الطبق دي، عشان هحط عليها الاضافات دي. وهنا دول الشوكولاته اللي هي القطعه دي الشوكولاته دي عشان تزود كمان الطعم وتخليه غني معاكي. يبقى شوكولاته قطع. الشوكولاته دي انا هحطها اللبن بس، يعني يبتدي ان هو يدفى كده شويه، وهحطها عليه عشان تسيح مع السخونيه بتاعه اللبن. هنا في الكاكاو اللي هو اللي احنا بنعمله لاولادنا، اللي هو بيبقى عليه سكر. ما عندكيش ده، هاتي اللي هو البواكي بتاعت النسكويك، هاتي حوالي بتاع باكوين او 3. انت كل ما بتزودي الشوكولاته والكاكاو كل ما بيديك كمان الطعم بيبقى احلى. يبقى زي ما قلت لك كيلو لبن خدت منه كوبايه اللي انت شايفاها في الطبق دي. حطيت 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار كريم شانتيه، ورقه فانيليا. السكر اللي انا حطيته ده يرجع لك انتي. الكاكاو انا هنا هستعمل كاكاو اللي هو اللي عليه السكر، والكاكاو اللي هو الغامق اللي هو بتاع الحلويات. وحطيت هنا انا دي كانت عندي شوكولاته 4 مكعبات صغيره، شوكولاته ونص. دي بردك حطها بردك بتزود الطعم بتاعها. هحط انا بقى هنا اللبن على النار يدفى، واحط عليه الشوكولاته والاضافات دي كلها اللي انت شايفاها احطها على اللبن، وهقلبه وهسيب بس اللبن لما يسخن شويه واحطها عليه زي ما انت ما شايفه اهو. انا قلبته وحطيت الكاكاو، هو ده اللون اللي انا عايزاه. عايزه انت تغمقي حطي. هنا هبتدي بقى احط باكل الفانيليا اللي قلتلك عليه واقلب. والمكونات اللي قلتلك عليها اللي انا هحطها على كوبايه اللبن انا قلبتها. بصي انا كده هبتدي انا احطه، بس انا مش هعرف عشان دي لازم بتكون بايديكي الاتنين، فانا مش هعرف. انا هبتدي بقى احط شويه شويه من الكريم شانتيه والنشا واللي هي في كوبايه اللبن دي. هبتدي بقى انا احط واقلب بالايد التانية، فانا مش هعرف هعملها واوريها لك الخطوه دي. رجعت لك تاني. بصي بدي كده بعد ما انا ما قلبته. عايزاكي بردك ما تخافيش، مجرد ما تحطي الكريم شانتيه والنشا واللبن، يعني اقول لك ايدك على طول فيه وتخليه لغايه لما تبص تلاقي يغلي غلوه، يعني مش مجرد ما تحطيه وتلاقيه تخن معاكي خلاص، عشان طعم النشا كمان ما يكونش واضح فيه ويبقى طعمه وحش. وانا كده نزلته من على النار اهو زي ما انت ما شايفه. فاكرين القشطه اللي انا سيحتها اهي، هاخد منها معلقه عليه وهو سخن كده. دي بقولك بتدي دسامه وطعم في منتهى الجمال. وانتي اهو يعني الحاجات كلها انتي عاملاها في بيتك اهو وضمنها. هسيبها بقى كده لغايه لما تسيح زي ما انتي ما شايفه اهو. هسيبها لغايه لما تسيح وتهدى شويه. هصبها بقى في الكاسات عشان ما ينفعش اصبها وهي سخنه كده، طبعا الكاسات الازاز هتتكسر بسرعه. هسيبها بقى لغايه لما تهدى كده شويه واصبها في الكاسات واوريكي بقى الشكل النهائي. ده كده الشكل النهائي للكاسات بتاعت الشوكولاته الدانت. واتمنى ان طريقتي دي تعجبك وتنفذيها، لان ولادك هيحبوها قوي. بدل ما بتشتريها من السوبر ماركت، لا انت اعمليها في بيتك وهتكون بطريقه جميله. بس في حاجه عايزه اقولها لك، السمنه اللي انت تحطيها، معلقه السمنه اللي انت تحطيها تكون سمنه يعني ريحتها حلوه،
ما يبقاش ليها ريحة، عشان ما يبقاش كمان ايه تبقى الريحة بتاعتها مش هتبقى كويسة في الدانت، وهتديكي النتيجة المطلوبة اللي ولادك هيحبوها. اقول لك انا دقته بصراحة ده وجميل جميل جميل، واتمنى ان الطريقة بتاعتي دي البسيطة تعجبك وتنفذيها وتقولي ايه رأيك فيها. ومتشكرة قوي قوي لدعمكم لقناتي بيت العيلة، يعني بصراحة انتوا يعني جميلكم فوق راسي فعلا لدعمكم لقناتي، ومتشكرة قوي قوي ليكم، والف شكر ليكم. شكرا.